باقرة، هذا سموه أمير المؤمنين وذاك سموه ما أدري قائد المسلمين، قائد الجهاد، سرايا كذا، هنا وهناك. ما في مجال أنك تجي تتفاهم معه. تعال يابا على طاولة مدورة يصير حوار هادئ بعيد كل البعد عن العصبية العمياء والتجرد الكامل من العصبية، ونتناغم على أسس ومبادئ اللي هي الكتاب والسنة. لكن وين هذا الكلام يمشي؟ وين ينصرف هذا؟ في أي سوق؟ ما ينصرف. ليش؟ لأن الأسس ما كانت أسس صحيحة، الجذور كانت جذور غير صالحة. شوف اليوم الزراع الفلاح لما يأخذ البذرة ويخليها بالتربة، إذا كانت البذرة ملثومة بها خياس شوية، مو بها سوس، البذرة هذه ممكن تعطيك، لكن شجرة تعبانة ميتة. ليش؟ لأن الجذر ماله ميت. احنا لما نجي نريد نجمع بين الصحابة والآل، هذا أروع مشروع عرفه التاريخ الإسلامي، ولكن هذا هو مطلب القرآن الكريم، هذا مطلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. رائع، ممتاز. لكن أنا لما تجيني تريد تقول أن فلان صحابي وواحد من أهل البيت، يودون جنازة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن من هو؟ السبط الأكبر لرسول الله، مو حفيد النبي، ابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، سيد شباب أهل الجنة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: الحسن ريحانتي من الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الجنة. زين، هذا ريحان النبي الأكرم، يأتون بجنازته وتقف إنسانة عرفها التاريخ تتخاصر أمام الجنازة وتقول: إني لا أحب أن تدفنوا في بيتي من لا أحب. يعني هي تصرح تقول لك أنا ما أحب الإمام الحسن. يا عمي أنتم الإصلاحيين بارك الله فيكم، الله يجازيكم بألف خير، وحدوا صفوف المسلمين، ممتاز، لكن روح عالج الجذر أول مرة قبل ما تجي بعملية الإصلاح. لأنك إذا أنت اجيت تصلح بين جماعة ما يعرفون أدنى خلفية من التاريخ الإسلامي، وجيت أصلحت، بعدين يوم الأيام يلعنوك، يقولوا لك أنت كذبت علينا، لأن كانت هنالك مشاكل بين رموزنا، الرمز الفلاني والرمز الفلاني، أنا شلون أجمع معاوية وعلي بن أبي طالب أدخلهم بالجنة؟ يصير هذا الشيء؟ هذا خلاف الإنصاف. يأتي النبي صلى